صباح الخير أصدقائي، إن شاء الله تكونوا ملاح يا رب. اليوم رايحين نديروا مئزر للمطبخ بوجهين، يكون شكله جميل وتقدري تلبسيه كامل النهار وانتي مرتاحة فيه. رايحة نستعمل هذو النوعين من القماش 100% قطن، لكن تقدري تستعملي أي نوع قماش تحبي، حتى ولو كان تاع دراوات، لأنه تاع دراوات يكون العرض تاعو 240، فتقدري تعملي مئزرين وأكثر. أنا هذا اللي رايحة نستعمله العرض فيه 1.70 فقط، معناتها يلزمني تقريبا 75 سنتيمتر من كل نوع، هذا لأني رايحة نديره بوجهين. لكن إذا عملتي فقط بوجه واحد متر تكفيك، أو 75 سنتيمتر تكفيك. أحتاج من كل نوع قطعة فيها 85 سنتيمتر على 60 سنتيمتر. للحزام شريط فيه 1.70 على 8 سنتيمتر. للقطعة العلوية أحتاج قطعة فيها 28 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. الجيوب قطعتين فيهم 20 سنتيمتر على 25 سنتيمتر. الشريطين العلويين فيهم متر على 6 سنتيمتر. وللكشكشة في الكتف أحتاج قطعتين فيهم 60 سنتيمتر على 8 سنتيمتر. هذو هما القطع اللي نحتاجهم للمئزر. نروح أولا نعمل الجيوب. نطوي من الفوق على 1 سنتيمتر. بعد ذلك نثنيه على الوجه بهذا الشكل، ونروح نخيط من الجانبين على 1 سنتيمتر. الآن نقلب الطية للخلف بهذا الشكل، ونطوي كذلك الجوانب الثلاثة على 1 سنتيمتر. ونروح ندير خياطة على 0.2 سنتيمتر، ونديروا نفس الشيء للجيوب الأربعة. نروح الآن نثبتهم فوق القطعة الكبيرة. نعين المنتصف، ونزيد نعين منتصف كل جهة. بعد ذلك نهبط من هنا ب10 سنتيمتر وندير النقطة. نعين منتصف الجيب ونحطه فوق النقطة اللي عينتها. نفس الشيء للجهة المقابلة، ونفس الشيء كذلك للقطعة الثانية، ونروح نخيط الجوانب الثلاثة، ونعاود ندير خياطة أخرى على 0.5 سنتيمتر من الخياطة الأولى. الآن نجمع القطعتين مع بعض الوجه مقابل الوجه. نخيط الجوانب الثلاثة وأترك الجانب العلوي مفتوح. نقلب القطعة ونكويها مليح، وندير خياطة من الفوق على 0.2 سنتيمتر. بعد ذلك
نروح نثبتها مع الحزام. نحط الشريط الأول هكذا، نعين المنتصف، ونعين منتصف القطعة الكبيرة، ونحط نقطتين فوق بعض بهذا الشكل، بحيث يكون نفس القماش الوجه مقابل الوجه. الآن نحسب من الطرفين 55 سنتيمتر وندير النقطة، ونثبت جوانب القطعة فوق النقطتين بالدبابيز. ونجرب نعمل طيات متساوية، ندير في الوسط طية فيها 1 سنتيمتر تقريبا بهذا الشكل، وطيات أخرى في بداية الجيب وفي نهايته، يعني الطيات كما تحبوا. نثبتهم بالدبابيز، ونروح نحط من الفوق الشريط الثاني، الوجه مقابل الوجه. وندير بعد ذلك خياطة على 1 سنتيمتر. نقلب الشريطين للفوق ونكويهم مليح، ونكوي كذلك الجانب المقابل على 1 سنتيمتر بهذا الشكل. نروح الآن نخيط الجزء العلوي. نحط الوجه مقابل الوجه ونخيط الجانب العلوي فقط. نقلب القطعة وندير خياطة على 0.2 سنتيمتر. نروح الآن نعمل الكشكشة. نحط القطع فوق بعض، نطويهم بهذا الشكل وندير قوس في الجانب. بعد ذلك نخيطهم الوجه مقابل الوجه، وأترك الجهة هذه مفتوحة. نقلبهم ونكويهم مليح وندير خياطة من الفوق على 0.2 سنتيمتر. الآن ندير لهم كشكشة بالطريقة العادية، بحيث يولي الطول تاعهم 30 سنتيمتر. بعد ذلك ندير خياطة من الفوق باش تثبت لي الكشكشة. نروح الآن نجمعهم مع الشريطين اللي فيهم متر على 6 سنتيمتر. نحطهم بهذا الشكل بحيث يكون نفس النوع، الوجه مقابل الوجه.
نقلبهم ونكويهم مليح، وندير خياطة من الفوق على 0.2 سنتيمتر، وندير طية على 1 سنتيمتر في الجانب المقابل. الآن نجمع القطعة العلوية مع الشريطين اللي فيهم الكشكشة، نثبتهم بهذا الشكل ونروح نخيط على 0.2 سنتيمتر، نخيط على طول الشريط، أو نخيطهم على طريقة الشريط المائل، يعني نخيط الجهة هذه قبل ثم نقلب ونخيط من الفوق على 0.2. بقى لي الآن نجمع القطعة العلوية مع القطعة السفلية، نعين المنتصف ونثبتهم بهذه الطريقة. ونجرب ندير في الأطراف مثلث بهذا الشكل باش تكون الربطة جميلة. نروح للشريطين العلويين نخالفهم بهذا الشكل ونثبتهم في نهاية القطعة السفلية. نحكمهم بالدبابيز ونروح نخيط على طول الشريط 0.2 سنتيمتر. هذا هو الشكل النهائي للمئزر، بزاف شباب ومرتب. إن شاء الله يكون عجبكم وكان الشرح بسيط ومفهوم. إذا عجبكم ما تنسوش ديروا جيم وتخليوا لي تعليق أو أي سؤال نجاوب عليه. شكرا لكم على المشاهدة أصدقائي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.